السلام عليكم، ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهارده وانا شغال في مجال التغذيه وبعد الهيلث كوتش وبعد الواحد ما بقى فاهم اكتر. هو ايه اللي بيحصل؟ هو الناس ما بقتش تخس ليه؟ بجد يعني السؤال ده انا بدور عليه من زمان، من ايام حتى ماجستير التغذيه العلاجيه. آه من سنه ونص. هو ايه اللي بيحصل؟ الناس عارفه الانظمه الغذائيه كلها، والناس عارفه كل حاجه، والناس عارفه الدايت اكتر مني، وحافظين وعارفين اللي الفراخ صحيه واللي الفول صحي، وعارفين اللي الشوفان ده كارب معقد صحي، وعارفين الخضروات دي حاجه جميله، وعارفين الفاكهه حاجه صحيه بس ما كترش منها. الناس عارفه كل حاجه، بس مش عارفين يمشوا على النظام الغذائي، وبيبدأوا أسبوع أسبوعين وترجع عريمة لعادتها القديمة. هو في إيه؟ أنا قاعد أنا متأمل، يعني أنا حاليا كل الناس اللي بتتابع معايا دلوقتي إلا واحدة بس، في جوع عاطفي وفي أكل عاطفي، في مشاكل، في ستريس، في كراكيب جوانا. الكراكيب دي ممكن يكون البلد جزء منها، الحياة بتاعتنا جزء منها، الاسترس بتاع لازم نشتغل وغصب عننا جزء منها، العلاقات. يا نهار ابيض، فاكر ايام ستك وجدك لما بتروحوا تلعبوا وتبسطوا؟ انت عندكم 100 حاجة، تفرحوا مع الجيران، تلعبوا مع اصحابكم، تخرجوا وتتجمعوا. العلاقات النهاردة ما بقتش موجودة، حتى لو كانت موجودة بقت جزء منها كبير غير صحي. يعني علاقات بتفضيك من جوه، ولما تفضيك من جوه انت عاوز تملاها وما بتعرفش تملى جواك ازاي، فبتحس ان انت فاضي، متضايق، في ستريس، عاوز حب، عاوز علاقات، مفيش سعادة. فجزء كبير من الفضيان ده بيتجه للأكل. احنا الأكل بقى بيجبر كل مشكلة. يعني العلاقات، الاسترس، المشاكل، الوحدة، كل ده اتجهنا للحاجة الحلال، الأكل. الأكل مش بيضرك، الأكل موجود في التلاجة، الأكل سهل، الأكل مش حاجة حرام، الأكل نعمة، الأكل بيديك سعادة، أيوة. فمحتاجين نفكر، هو في إيه؟ إحنا فين؟ إيه اللي بيحصل ده؟ فين المشكلة؟ أنا حياتي اتغيرت ليه؟ أنا آخر مرة كنت سعيد إمتى؟ كان إيه اللي بيحصل؟ آخر مرة كنت فرحان من قلبي إمتى؟ كنت بعمل إيه مختلف غير دلوقتي؟ محتاجين تاني نتلمس أيام السعادة. لو رجعتوا أو رجعتي أو رجعت تاني تعمل الحاجات اللي بتفرحك اللي كنت بتعملها زمان، وخطوة خطوة هتلاقي نفسك بقيت مبسوط. اتجاهك للأكل والشرب بقى قليل قوي، بقى في حاجات كتير تفرحك غير كده. إن شاء الله هعمل لكم فويسات كتيرة، فيديوهات بإذن الله إن شاء الله توضح الكلام ده كله. بس نطلع النهاردة من الفيديو، فاكر آخر مرة كنت فرحان من قلبك إمتى؟ كنت بتعمل إيه؟ وإيه الحاجات اللي كانت بتعملها؟ احصر كل حاجة كنت بتعملها بتفرحك وحاول اعملها من جديد. مساءكم سعيدة.